في هذا الفيديو غنتعرفوا على اغرب العادات والتقاليد ديال الزواج عند شعوب العالم. عادات الصراحه اللي غريبه علينا في المجتمعات الاسلاميه ديالنا، وتقريبا اول مره كاين اللي اول مره غتسمعوها. بحال هذيك الساعه ديك العاده شكون اللي عقل عليها ديال السروال فيه الدم وكيخرجوا يشطحوا به وداك الشيء بحال هكا. يعني الا سمعها شي واحد من شي دوله اخرى ولا من شي ثقافه اخرى غتجي غريبه، فهمتي؟ مع ذلك احنا غنحترموا جميع العادات والتقاليد ديال الناس، حيت راه كل واحد والدين ديالو المعتقدات ديالو وفين كبر. وخليكم معنا حيت تكتشفوا واحد العادات الصراحه اللي حمقين وليت تدويت. واول دوله معنا اللي هي اندونيسيا وماليزيا. في هاد الدول نعم سيدي كيمنعوا على الازواج الجداد، يعني اللي دايرين العرس جديد كيمنعوا عليهم يدخلوا للحمام او اللي يخرجوا على الدار لمده 3 ايام. يعني كدير العرس كيبقاو عاسين عليك 3 ايام، ما خصك لا تخرج لا تدخل للطواليت، يعني كيبقاو حاضينك. يعني دبر راسك انت في سميتو، ما شغلهمش هما. صافي كتزوج تبقى 3 ايام وانت عاصر. ولحسن الحظ ان هذه العاده ما بقاتش، لانها تسببت في مشاكل. يعني راكم عارفين الازواج يلا مزوجين الانسان شهر العسل هذه، يعني تسببت لهم مشاكل في المسالك البوليه وداك الشيء، فهمتي؟ ولكن راه شي عاده دابا تخيلوا معايا بنادم مزوج ما خصكش تدخل للطواليت. ده عندنا سيدي الدوله الثانيه هي الكونغو. الكونغو سيدي قالك ممنوع الابتسام في العرس. يعني دابا العرسان نهار العرس ديالهم ما خصهمش يضحكوا، يعني صافي خصك تجي مغوبش دير لا في التصاور لا في اي حاجه. قالك ما خصكش تضحك. علاش؟ حيت قال لك اسيدي الا ضحكتي غتبين باللي راه زعما داك العرس وداك الشيء انت يعني ما واخدوش بجديه، يعني غير كضحك. يعني انت دابا تلقى دوك العرسان كاملين تصوروا مغوبشين مدير شي محامي حتى النهار. زعما تخيل دابا انت معايا نهار عرسك كتسنى انت والمدام بغيتو تفرحوا وتضحكوا وتنشطوا مع العائله والاصدقاء، كتجي ما خصكش تضحك. شي حاجه اللي قاصحه شي شويه الصراحه. الدوله الثالثه اللي هي كينيا. البصق يعني الدفال في كينيا. قال لك شنو هو الكونسيبت ديال الدفال؟ قال لك اسيدي الاب كيدفل على بنته في راسها وفي صدرها، زعما كيعطيها يعني كيعطيها الزهر وكيتمنى ليها يعني الحياه الرفاهيه هي والزوج ديالها وهذه. يعني بالدفال، فهمتي؟ يعني كيدفل عليها. يعني كاين شي معتقدات الصراحه الخوت اللي ما كيجوني غريبين انا الصراحه. تخيل انت دابا كتجي كتدفل على بنتك نهار العرس، تفو عليك سيري. يعني هادو هما عندهم يعني راه ديال الحظ، يعني كيتمنى ليها انها تعيش حياه زوجيه هنيئه. الدوله الرابعه هي رمي النفايات في اسكتلندا. يعني في اسكتلندا كيشدوا العرسان، العريس والعروس كيربطوهم في واحد الشجره بجوج، وكيشدوهم العائله والاصدقاء ديالهم وكيبقاو يتيروا عليهم باي حاجه موسخه، سوا شي ماكله معفنه، عصير، الشراب اللي كاين. المهم كيرونوهم كيعفنوهم ديال بصح. وقال لك الهدف اسيدي من هذا المعتقد او من هذه اللعيبه اللي كيديروا هي انهم قال لك الازواج ما خصهمش يشوفوا غير الجمال الخارجي، يعني الجمال الداخلي هو اللي اهم، وما كيهمش الجمال الخارجي. وبحال قلتي كيوطوا العلاقات بيناتهم، يعني كيوليو زعما كيزيدوا يبغوا بعضياتهم وكيزيدوا يركزوا في الحاجات الاهم بحال الشخصيه وهذه، وما كيركزوش على الجانب الخارجي. والصراحه هذا بلان زوين. يعني بعض المرات كتلمس في شي عادات وشي طقوس اللي كيكونوا فيهم شي شويشيات زوينين واخا هكاك. الدوله اللي معنا الخامسه اللي هي كوريا الجنوبيه. العصا في كوريا الجنوبيه كيشدوا العريس، العائله ديال العروس كتشد العريس كتعطيه العصا مزيان. كيشوفوا قدره التحمل ديالو، بحال قلتي هذاك اختبار كيشوفوا واش خونا قادر انه يتحمل نيط العصا ويتحمل الصعاب، ولا خونا شي نخنوخ. يعني الا نجحتي في الاختبار غتدي البنت، ما نجحتيش ضربك تران. وغنزيدوا اخر دوله، هذه بونيس من عندي حيت عجبتني الصراحه، هي جزيره الباسيفيك في هاواي. هاد الجزيره نعم سيدي المهر ديال العروسه هو الفيران. يعني كل ما كانت دابا العروسه زوينه وهذه كتزيد تعطيها الفيران. يعني تخيل انت دابا الصداق ديال العروسه هو الفيران. كنت دابا تلقى المخير قلت لك في الهنود هذوك دايز قرطاسه، ولا حنا نيت عندنا هنا داي قرطاسه. يعني كيقول لك كل ما كانت البنت جميله كيتزاد المهر ديالها بعدد الفئران. يعني يا سلام الدراري، تخيلوا معايا دابا هذا البلان يكون هنايا. يعني دري كل ما كانت تيتيزه ديال بصح غتمشي تشارجي لها الخناشي ديال الفيران قلت لك وتعطيهم لياك. الصراحه بلان غريب، فهمتي؟ ولكن شي بلانات عالم الصراحه. صوتا لهنا كيتسالى الفيديو. الا بغيتو نديرو جزء ثاني في هذا الفيديو كتبوها لي في لي كومونتير. كنتمنى يعجبكم هذا الشيء وتهلاو ليا في راسكم الخوت.